لو لسه ما تعرفيش الفرق بين ورق العنب وورق التوت، تعالى اقولك على سر من اسرارهم. اول حاجه، ورق العنب بيبقى العود بتاعه، العنقود بتاعه اخضر فاتح، وورق التوت العنقود بتاعه اخضر محمر. تاني حاجه معايا، ورق العنب طبعا بيبقى ورقته ناعمه. لو برضو متلخبطه لسه، هنجيب عنقود ورق العنب كده واحنا بنشتريه، نقطع حته وندوقها كده بالسمنه، لو لقينا فيها مزازه يبقى هو ده ورق العنب. ما لقيناش فيها مزازة يبقى بلاش منه خالص، ده ورق توت وبلاش تشتريه، لانه طبعا بيتغير جدا في الطعم. اول حاجة عندي طريقة كده، طريقتين للتخزين. اول حاجة معايا طريقة الاسترتش راب. حلوة جدا، وبجد لو هتعملي الكمية بتاعتك كلها بالاسترتش راب مضمونة جدا، وبجد بتخلي ورق العنب كده ورقته خضرة زي ما هو. طبعا بيعتمد على اللفة، وان انتي خرجتي الهواء كله من الورق بالشكل ده. عايزة تلفيها مرة كمان بالاسترتش راب، طبعا لزيادة التأكيد لفيها. زي ما قلتلك هيقعد معاكي من السنة لسنة من غير ما يغير لون ولا طعم. هبتدي ان انا اخد كده الاسترتش بتاعي على قد الكمية اللي انا هخزنها. عايزة تعملي كميات كبيرة، كميات صغيرة زي ما تحبي، بس طبعا يعني اعمليها احجام صغيرة كده عشان تقدري تطلعي الهواء منها بالشكل ده. انا هنا بحطه من غير غسيل خالص، ما بغسلش ورق العنب نهائي، بشيل العنقود بتاعه وبحط الكمية اللي انا عايزاها بالطريقة دي، ونبتدي نلفه. مفيش اسهل من كده، بجد سهلة جدا. هتلفيه بالطريقة ديت. عايزة تعملي زي ما قلتلك الكمية كلها بنفس الطريقة اعمليها. عندي كمان طريقة تانية، دي مية مغلية وبردتها، يعني ده لتر مية مغلية وبردت. حطيت عليها معلقتين من ملح الخشن ومعلقة كبيرة من ملح الليمون. هقلبها كويس جدا لحد ما الملح معايا يدوب تماما بالشكل ده. الطريقة دي كمان ناجحة جدا، وبجد انا مجرباها وما بتغيرش طعم الورق العنب، وبتخليه معاكي تحفة، يعني بيحتفظ بلونه وطعمه لاخر لحظة. مليت هنا البرطمان بتاعي، طبعا البرطمان بيكون معقم، وبنبتدي ان احنا نملى ورق العنب كده بالمحلول اللي احنا عملناه بالطريقة دي، ونحاول ان احنا نغطي كل ورق العنب بالمحلول ده بالشكل ده. وطبعا زيادة تأكيد هنستخدم عيدان الشيش. هبتدي ان انا اقصها او اكسرها كده بايديا على حسب البرطمان اللي عندك. ده هيأكد لي ان ورق العنب كده غطس كله في المحلول، ومش هيبقى فيه عفونة ولا هيغير نص الورق لونه او الكلام ده خالص بالطريقة دي. وابتديت ان انا اكملها المحلول اللي انا عملته، وبتغطيها كويس جدا. في ناس كتير بتحبوا ان هم يحتفظوا بورق العنب بالشكل ده على رخامة المطبخ، بس زيادة تأكيد صراحة انا بحب احطه في الفريزر، بيقعد معايا فعلا، بطلعه اكني شارياه دلوقتي حالا. فموضوع ان انتي تخزنيه وتحطيه في الفريزر ده افضل طريقة. مليت هنا البرطمان التاني بتاعي بالشكل ده، وحطيت العيدان، وابتديت ان انا برضو املاها كلها مية بالطريقة دي. شايفين الجمال؟ كده خلصت الكمية بتاعتي بالطريقة دي. مفيش اسهل من كده بجد، طريقة حلوة وناجحة، ياريت تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير، باي باي.